السلام عليكم يا صديقي، كل سنة وانت طيب. جاي النهاردة اقول لك اخبار نهائي كاس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز او بيراميدز والزمالك، وكمان انتقال زيزو للاهلي، وكمان ضيف عليهم انتقال شريف للزمالك، وابرز اللعيبة قائمة الاهلي ان شاء الله في كاس العالم اللي باذن الله هنتأهل ونعديه على خير. ونيجي يا صديقي للموضوع الاول، هو امتى الاهلي هيعلن التعاقد مع زيزو؟ زيزو عايز اقول لك هو خلص الفيديو بتاعه التقديمي، ويوم الجمعه ان شاء الله هيطير لامريكا عشان يكون مع الاهلي في كاس العالم. طب هيلعب ماتش باتشوكا؟ دي تيجي بقى لايه؟ للمدرب، هل يلعب ولا ما يلعبش؟ ومعانا يا صديقي في الموضوع التاني محمد شريف قريب من الزمالك جدا، غير الايام اللي فاتت او الشهور اللي فاتت. وعاوز اقول لك كمان بيراميدز كانت داخله في الصفقه لكن انسحبت منها. وكمان محمد شريف في الوقت الحالي بيفكر في اللعب، ما بيفكرش في الماديات، لانه لو بيفكر في الماديات هيجري بسرعه على بيراميدز. ودلوقتي بيراميدز كمان عندها مهاجمين تقال قوي، فيستون مايلي ومروان حمدي اللي يوريتيتش بيعتمد عليه ورقة رابحة، وهو لاعب الفترة الأخيرة بيكسب بيراميدز مباريات مهمة جدا. وكمان الناحية التانية الزمالك عنده نصر منسي وسيف الدين الجزيري، هو يلعب على الاتنين، فهو لو هيفكر في اللعب طبعا هيروح الزمالك عشان هيقدر يلعب على أي حد في الزمالك، ده من وجهة نظري. ونروح لنهائي الكاس، بيراميدز امام الزمالك. التشكيل المتوقع للزمالك: محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود بن تايج، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، ناصر ماهر، ودونجا وعبد الله السعيد. وناحية الشمال مصطفى شلبي، ناحية اليمين شيكابالا، وفي الهجوم ناصر منسي. وممكن عبد الرحيم ايشو يلعب اساسي مكان شيكابالا، يا اما يكون ورقة رابحة الشوط التاني. وعايز اقول لك صديقي العزيز احمد رمضان بكم انضم لبعثة الاهلي في امريكا وسافر معاهم امبارح. معانا في ابرز اللعيبه اللي في قائمه الاهلي محمد علي بن رمضان، خط وسط فنان يا جماعه، تحب تتفرج عليه الصراحه. ومعانا كمان تريزيجيه، اللاعب اللي رجع لبيته، ده ابن النادي الحقيقي بجد. كده صديقي العزيز تكون خلصت الحلقه، يا رب تكون عجبتك. لايك وتفعيل زر الجرس، وسلام.